السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في حلقه مسلسلكم الشيق ورائع مسلسل قلب الاسود. حلقه رائعه بزاف البنات. هذه الحلقه فيها بزاف ديال الاحداث اللي غادي يوقعوا فيها. غادي نشوفوا جهاد كيفاش غادي يتصرف مع نوح مسكين اللي غادي يضربه وغادي يحاول يغتصب ناريمان. البنات غادي يحاول يغتصبها. البنات غادي يولي وحش، ما غاديش يبقى داك الجهه اللي كنعرفوا. غادي يولي وحش البنات. كيفاش غادي يتعامل، كيفاش غادي يدير مع ناريمان، وكيفاش غادي يسد عليها. المهم هادشي كامل غادي نشوفو ان شاء الله في الحلقه. كنطلب منكم ما تنسونيش من اللايك وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. الله يرحمكم ويدين، الله يخليكم صحيحتكم، الله يفرحكم باي حاجه تمنيتوها. غادي نشوفوا مالك اللي غادي تاخذ الموعد عند الطبيبه باش تحيد هذاك البيبي اللي عندها في كرشها. المهم باش ما نطولش عليكم، فين خليناها في الحلقه اللي حطيت لكم. راه البنات كنحط لكم صراحه الحلقه بالترتيب. كنتمنى غير تكون المشاهده، وكنتمنى تبارطاجيو القناه، وكنتمنى يا ربي تحفظكم، وكنتمنى تساعدوني. الله يساعدكم في الحياه ديالكم، والله يفرحكم باي حاجه تمنيتوها يا ربي. المهم البنات، نوح غادي يقول لناريمان اجي عندي هنا، غادي تقول ليه لا، ولكن ملي غادي تشوف المسدس صراحه رفعوا على نوح غادي تخاف وغادي يجرها لعندها. وفاش غادي يجرها لعندها طبيعه الحال ما غاديش يعجب الحال نوح، ولكن غادي يقول للرجال ديالو جهاد، غادي يقول ليه شدوا، يلا شدوا عندكم. غادي يشدوا نوح وغادي يجر معاه ناريمان. ناريمان اللي كتقول ليه طلق نوح طلق نوح طلقني، ما بغاش نمشي معاك. يعني ناريمان ما بغاتش تمشي معاه، ولكن غادي يجرها. مسكينه بقات غير كتغوت وكتقول نوح نوح، عاد طلق نوح اش بغيتي عن نوح. ولكن ما غاديش يسمع. غادي يدخل على الطوموبيل وغادي يسد عليها وغادي يطلع حتى هو. ونوح بقى غير كيشوف، ما قادر يدير حتى شي حاجه باش يفك ناريمان جهاد من جهاد. وغادي نشوفوا البنات نوح مسكين صافي تصدم، يعني ما عنده حتى شي جهد، ما عنده حتى شي جهد باش يعتق ناريمان من جهاد. وغادي يمشي يقول الحسين، غادي يقول ليه جهاد الحسين يلاه سير. غادي يقول ليه حسين شنو غادي نديروا ليه، واش نقتلوه؟ قال ليه لا ما تقتلوش، ولكن نضربو مزيان. وغادي نشوفوا داك الحسين هو الحرام. غادي يقول نوح الحمد لله ضربتني ورجعت عندي. غادي يقلب ليه جيوبو، غادي يلقى فيه التليفون، غادي يقول ليه واو التليفون غالي صراحه. وغادي يجبد ليه ديك الفلوس اللي كاينين تمايا، وغادي يجبد حتى البطاقه ديالو. وغادي يبدا يقرا. غادي يقول ليه ماماك هي فوتون، ما كنتش كنتوقع صراحه يكون عندها ولد بحالك. وغادي يقول ليه هاد الفلوس غادي نفرقوهم. غادي يقول ليه شوف خالد هو الاب ديالك. وهنايا كانت ناريمان كتقول ليه طلقني، علاش كدير فيا هاد الشيء، اشنو غادي دير لنوح؟ ولكن جهات ما غاديش يجاوبها، بقات كتهضر على كتعيرو. وقالت ليه شوف النهار الاول فاش قلت لك انت يا خائن وقلت لك القلب ديالك اسود ما كنتيش كتسمعني. وغادي نشوف البنات كيفاش غادي يبدا يضرب في نوح مسكين، بدا كيضرب فيه وبدا كيعطيه بالحصى هو والرجال ديالو. وغادي يعطيو القتله ديال العصا البنات، وغادي يلوحوا في الجنب ديال الطريق. وفي المشهد الاخر غادي نشوفوا جهاد اللي وصل ناريمان لواحد الدار. قالت لي علاش جيتي لي هنا؟ قال ليها ماشي شغلك. وغادي يبدا يجرب فيها مسكينه، وهي يدخلها لهذيك الدار وهي كتعير وكتقول ليها شنو غادي دير بيا، شنو غادي دير فيا. كانت خايفه، ولكن انه حنايا كان عنده واحد الغضب اللي خايب بزاف البنات. غير غادي تشوفها تقول لي علاش شنو غادي دير ليا. قالت لي انا ماشي مرتك، انا ما كنت داك الزواج اللي كيجمعني انا وياك كيجمعنا غير في الوراق، يعني ماشي مرتك. غادي يقول لها واش بصحني؟ غادي تقول لي بحالك بحال عائلتك ملي قلتها لك دابا وليتي تاكدتي لي هذا الشيء. يعني انت واحد انسان اللي قلبو كحل، وانت اصلا بحالك بحال عائلتك. ودابا انا عارفه هذا الشيء. قال لي هذاك النوع غير بغى يضحك عليك. قالت لي كيفاش بغى يضحك عليا؟ ما كاينش اللي كيضحك عليا قدكم نتوما اللي ضحكتوا عليا، وانتوما اللي استغليتوني وقلتوا هاد البنت غير غبيه. ولكن انا تزوجت بك غير في الوراق، ما تزوجش بك باش انا وياك بيناتنا شي حاجه، ما بيناتنا حتى شي حاجه. يعني انا وياك زواجنا غير في الوراق. غير غادي يسمع هاد الهضره طبيعه الحال ما غاديش يعجبو الحال، وغادي يكون غاضب بزاف. قال لها بصح يعني زواجنا ماشي ما كتحسبيش انت حقيقي؟ قالت ليه لا. وفاش غادي تقول هذيك الهضره غادي يلوحها نيشان فوق الناموسيه، وغادي تقرب منها البنات. غادي يبغي يغتصبها. هنايا فاش غادي يشد ليها، غادي يشوف ليها، يبقى يشوف ليها في فمها وفي سميتو صافي، يعني ناوي يغتصبها. كتقول لها شنو كديروا؟ غادي يشدها نيشان في البنات كما كتشوفوا، غيشدها من وجهها. وهي مسكينه بقات غير كتغوت وكتقول لها شنو بغيتي دير. ولكن غادي يسد ليها دير ليها بحال هكا وشدها من شد البنات من فخدها. يعني كانت خايفه بزاف منه. غادي تقول شنو كدير انت؟ غادي يحاول يغتصبها، ولكن في الوقت المناسب البنات غادي يرجع للوعي ديالو، وغادي يطيح الارض قدام رجليها، وغادي يبدا يبكي يبكي يبكي. وهي بقات غير كتشوف، يعني عارفه ترجع للوعي ديالها. كان معصب بزاف وبقات كتشوفي. وغادي يخرج برا البنات، غادي يخرج، غادي يمشي يجلس واحد القم تمايا وبدا كيبكي فيها وكيقول اشنو هادشي درتي فيا مالك؟ علاش مالك؟ حرام عليك، بغيتك بزاف مالك، ولكن انت كرفستيني، رجعتيني واحد انسان اللي خايب بزاف. علاش درتي فيا بحال ما هكا مالك؟ علاش تضرب بوق عليا هادشي؟ انا بالضبط انا ما كنتش انسان خايب. المهم بدا كيعطي المبررات لراسو. كيما عارفين راه ماشي انسان خايب، ولكن غير
العصبيه ديالو رجعته هكاك وكيبكي. والمهم كيبكي هنايا. غادي نشوف المشهد الاخر، غنشوف فوتون اللي كانت كتصوني على ولادها كاملين، حتى شي واحد البنات ما كيجاوبها، لا ملاك لا، المهم كلهم غادي تجي عندها ديك امينه. غتجي عندها امينه غتقول ليها بنتي فوتون مالك شنو كديري هنا؟ قالت لها ما خالتي امينه كنصوني عليهم كاملين، على وليداتي كاملين، لا ملاك لا نوح لا اسعد ولا رانيا، حتى شي واحد ما كيجاوبني. قالت لي شوفي بنتي عطيهم شويه ديال الوقت، مازال ان شاء الله يجاوبوك ومازال ان شاء الله يهضروا معاك. وفي المشهد الاخر بنت غادي نشوفوا واحد جوج رجال جايبين نوح معاهم في الطوموبيله ديالهم. نوح اصلا فاقد الوعي، ما كيدير والو، كاين شويه كيسمعوا كيقولوا تحسين، كيقول تحسين، كيقول لي قال لي هذاك واش كتهضر كتقول تحسين؟ قال لي عافاكم صوني عليه. المهم غادي نشوفوا هنايا نريمان اللي كانت جالسه وغتبان ليها الكوستيم ديال الفيستا ديال جهاد، وغادي تجبد منه تليفون وغادي تحاول باش تصوني على نوح. كتقول جاوبه نوح عافاك جاوبه نوح. وهنا في نفس الوقت غادي يدخل نوح التليفون ديالو كانت طايحه في واحد الخلا، يعني ما كاينش اللي يجاوب، يعني خلاوه في داك الخلا التليفون ديالو ما كانش عنده. وغادي تبقى تصوني وغادي يدخل جهاد غادي يلقاها كتصوني، غادي يحيد لها التليفون. غادي يقول لها شنو كنتي اشنو كديري زعما؟ قالت لي عافاك خليني نمشي عند نوح. قال لها شنو غادي تمشي عند نوح؟ ما كاينش لا نوح لا والو، اخر مره نسمعك كتهضري على هذا الموضوع. وغادي يحيد لها ديك التليفون، غادي يقول لها انت باقي مرتي وغادي تبقاي مرتي. غادي تقول لي علاش كدير بحال هكا؟ انت بنفسك باقي كتبغي مالك وكتعامل معايا بهذه الطريقه حيت انت كتبغي مالك. علاش الجهاد وليتي بحال ماك؟ علاش ما تمشيش وتصلح العلاقه ديالك مع مالك وخليني عليك انا ونوح؟ قال لي هذوك الناس جايين غير باش يضحكوا علينا. قالت لي لا بالعكس، هما ماشي ضاحكين علينا، نوح عمره ما كذب عليا وعمره ما ضحك عليا، بالعكس انت اللي كتعدى عليا وانت اللي كتكذب عليا. واش انت نسيتي راسك؟ قال لي كيفاش زعما؟ قالت لي واش انت نسيتي بلي نتوما اللي كتبتوا عليا حياتي كامله وانا عايشه في الكذوب، وانتم استغليتوني، خصوصا نتايا اللي كان تيق فيك بزاف ولكن هرستي الثقه. كان تيق فيك بزاف ولكن صافي انت ديك الثقه ما بقاتش، ولكن باقي عندك الوقت فاش تصلح راسك، تصلح داكشي اللي درتي مع مالك وما تخليش راسك تادي الناس زعما تعدى على الناس. وفي المشهد اخر غادي نشوفوا تحسين اللي غادي يمشي عند قادريه، وكان واقف هكا كيشوف قادريه. قالت ليها لا قادريه واش كديري ليا اتاي؟ قالت لي ولدي تحسين. قالت لي ولدي اللي قالها لي حيت كيعرفك كيعجبك بزاف. قال لها شكرا لك بزاف، بغيت نسولك. قالت لي شنو؟ كانت هازه الكاس. قال لها واش مالك حامله؟ وغادي تطلق لك الكاس وغادي تهرسو. وغادي تقول لها شنو عافاك ما تقول ليها ولدي قلت لك حتى شي حاجه. غادي يصوني على التليفون ديالو وغادي يجاوب وغادي يقول لها الو. غادي يقول لي السي تحسين انت هذا؟ قال لي قال لي راه معنا واحد الدري سميتو نوح، راه مضروب بزاف وحنا جايبين معاه وهو اللي عطانا هاد النمره. قال لي راه حنا غادي نديو المستشفى. قال لي لا ما تديوش المستشفى، انا غادي نعطيكم واحد العنوان وديو لتمايا. غادي يقول لها شوفي ما تقولي حتى شي حاجه لملك، بالك مسكينه برك عليها غير داكشي اللي فيها. وهنا دوك الرجال باقي كيهضروا مع تحسين. وغادي يقول لي جيبوا لي داك العنوان اللي قلت لكم. غادي يقول لي صافي واخا حنا غادي نجيبوا لك لتمايا وغادي نشوفوا. غادي يقول لي عافاك خالتي قادريه ردي البال لمالك، بركه مسكينه غير داك العذاب اللي كتعذب. وغادي يخرج وغادي يتلاقى مع مالك. غادي تقول لي خويا تحسين فين غادي؟ غادي يقول لها سمحي لي يا بنتي مالك سيري فطري بوحدك حيت انايا عندي شي حاجه زربانه وغادي نمشي نقضيها. قالت لي ياك هانيه الوقت؟ قال لي هانيه الوقت. وغادي تقول القادريه خالتي قادريه واش وقعت شي حاجه؟ غادي تقول لي لا بنتي ما وقعت حتى شي حاجه. تحسين غادي يخرج غادي يقول للرجال ديالو يلا دغيا ديوني العنوان. غادي يقول يعطيو العنوان هذاك السيد وغادي يمشيو. وهنا مالك كانت واخا هكاك بقات كتشوف وغادي تصوني على الطبيبه وغادي تاخذ الموعد. غادي تقول لها انا غادي نجي. تقول لي مالك واش عندك شي زعما واش مريضه بشي حاجه؟ وغادي تبقى مصدومه شحال وغادي تقول لها لا انا غادي نجي حيت انا حامله. ومن بعد غادي نشوفها البنت غادي تمشي باش طيح البيبي ديالها، يعني ما بقاتش بغاتو. في المشهد الاخر البنات غادي نشوفوا هنايا حكمه اللي كتشوف الاخ ديالها كيصوني على جهاد. غادي يقول لي ما تبقاش تصوني عليا راه برستوني، راه قلت لكم احنا جايين صافي. وفي المشهد الاخر غادي نشوفوا البنات باللي هذيك نريمان كتحاول باش حيت كتشوف جهاد كان غادي بواحد السرعه وكتحاول راسها باش طيح من السياره. غادي يقول لها واش انت حماقيتي؟ واش تسطيتي؟ واش بغيتي تموتي؟ غادي تموتي ملي كديري بحال ما هكا. واش هذاك نوح كيستاهل هادشي؟ قلت لك بقاي بلاصتك وغادي يغوت عليها البنات ومسكينه غادي تجلس وغادي مابقاش غتحرك من بلاصتها. وفي المشهد الاخر البنات غادي نشوفوا تحسين البنات غادي يجيبوا هذاك الرجال نوح اللي عنده وغادي يقول لهم شكرا لكم بزاف. غادي يعطيهم شي واحد المبلغ ديال الفلوس. غادي يقول لهم حيت بحالكم ما كاينش في الدنيا مازال
ما بقاوش الناس كيديروا الخير، غادي يقولوا ليه شكرًا ليك شكرًا ليك بزاف حيت عطاهم الفلوس، وهو اللي غادي يقول لهم شكرًا ليكم نتوما حيت عاونتو وساعدتوه ليه خطيكم، وغادي يشوف صاحبو جا عندو حتى هو اللي هو الطبيب اللي غادي يجي باش يعالج نوح، غادي يقول ليه شكرًا ليك بزاف صاحبي حيت جيتي، غادي يقول ليه العفو صديق ديالي ممكنش تعيط لي زعما وما نجيش عندك، ومن بعد غنشوفوا البنات حكمت اللي قالت ليه تعطلوا بزاف هادو علاش ما جاوش حتى لدابا، وغادي يقول ليها صبري شويه حسين جا، غادي يقول ليها منظر حسين. واش جبتو زعما ناريمان غادي يقول لها جابها خويا جهاد راه داها معاه وغادي تقول لي لا هضر دغيا غادي يقول لي صراحه شديناها هي ونوح ونوح راه خلاها معنا السي جهاد ودا ناريمان غادي يقول ليه هذاك صامت او منظره شنو وقع نوح اشنو درتو ليه قال لي صراحه عطينا القتله ديال العصا ولوحنا في الشارع وغادي في الطريق زعما غادي يقول لهم مزيانه ولدي يلاه صافي تقدر تمشي غادي تقول ليه شوف قليله الحيه كانت غادي تمشي وغادي تهرب عند خوتها وغادي يمشي لينا الورد غادي يقول ليه ما تخافيش اصلا كون كاع مشات اش بغينا حنايا اصلا كتسالو ليها بزاف ديال الفلوس واش انت نسيتي بلي انا نصبت عليها وغادي تقول ليه بصح نيت وغادي تبقى ساكته وكتشوف فيه من بعد ما قال ليها بلي انا راه نصبت عليها انا راه كتساليها دابا المناير والمناير واش انت نسيتي هذا الشيء ما تنسايش هذا الشيء اختي وغادي صافي غادي تبقى غير ساكته وكتشوف فيه هو كيضحك وعاجبو الحال الشيطان غادي نشوفو ناريمان ونوح وصلوا لتمايا غادي يقول لها يا جدتها اخر مره تفكري في هذاك نوح نساي صافي اصلا انت راكي دابا من دابا نسيتي قالت لي عمرني ما غادي ننسى نوح حيت انا نوح كنبغيه بزاف وديروا هادشي في بالكم غادي يقول ليها ما غاديش تخرجي من هاد الدار مازال وغادي يقول لهم شوفوا اللي عطاها التليفون ولا شي حاجه ما يلوم غير راسو غادي نتفاهم معاه مزيان وغادي يقول لها لا دخلي طلعي لبيتك غادي تقول ليه شحال خاصني ندوز هاد العقد ديال الحبس واش نبداها من دابا ولا حتى من بعد وغادي تمشي وغادي تخليه هو بقى غير مصدوم وكيشوف صافي يعني ما حاملش راسو بديك التصرف اللي كيدير فهمتوا يا البنات يعني كيدير داك التصرف ما حاملش راسو وهذيك اختها ولا اختو بقات كضحك عاجبها الحال البنات حيت كتشفى في ناريمان وغنشوفوا البنات مالك اللي كانت قالت القادريه خالتي قادريه انا غادي نخرج قالت لي بنتي فين غادا قالت لي غادي نخرج عندي واحد الغرض قالت لي عندك بنتي تمشي ديري شي حاجه في راسك ولا في ولدك ومن بعد البنات غادي نشوفوا فوتون اللي كانت في الخدمه ديالها وكانت كتبيع في الزرابي اللي ما عمرهم تباعوا في داك المحل وداك الخدامين اللي كاينين تما صراحه جاتهم الغيره من فوتون وغادي يقول لها شوفي كيفاش كتبيع صافي حنا مشينا فيها وغادي تبيع داك الزرابي غادي تقول لها عافاك اجي يجمعهم ليا غادي يقول لها واش ما كتشوفينيش انا كنجمع في هاد الزرابي وغادي يسمعوا الباترون غادي يقول لي لا فوتون هضرات معاك يعني اي حاجه قالتها كلمه ديالها ما كتعاودش وغادي يقول ليها لا فوتون خاصني نزيد في الخلطه ديالك قالت لي هادشي ما متفقينش منه من الاول زعما قال لي من دابا غنهضروا عليه غادي نشوفوا البنات هنايا تحت اللي كان كيشوف في نوح وبقى فيه بزاف من بعد ما شاف ديك الحاله اللي كان فيه قال لي واش صمد زعما العائله ديال صمد هما اللي داروا فيك هادشي غادي يحرك راسو غادي يقول لي واش صمد ما غاديش يهضر غادي يقول لي واش جهاد غادي يقول لي وغادي يقول لي غادي ننتقم منهم غادي يستنيفو غادي يعيط للملك غادي يقول لي السلام عليك غادي تقول لي السلام اخويا تحسين غادي يقول لها صراحه بغيت غير نعيط لك نقول لك باللي نوح راه صيفطو لواحد الخدمه فنقاره داكشي علاش نسى التليفون ديالو قلت بلا ما تعيطي ليه وتخلعي عليه داكشي بغيت نعلمك ولكن جاتها عجب ولكن كنت كتيق في تحسين قالت لي صافي واخا اخويا تحسين شكرا لك وغادي نشوفوا الطبيب اللي كيداوي في نوح وهنا وصلت معكم نهايه الحلقه الى الحلقه الجايه ان شاء الله السلام عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف